لو عايزة تعملي بيتي فور يبقى معاكِ ناجح كده، ويبقى كمان هش وبيدوب كده في البُق ولونه يبقى يجنن بالطريقة دي، والنتيجة النهائية هتعملي بيتي فور أحلى من الجاهز وفاخر على الآخر. يبقى تابعي كل تفاصيل الفيديو ده لإن إحنا هنقول فيها كل حاجة. أول حاجة باعملها إن أنا باحضّر المقادير بتاعتي كلها وتبقى جاهزة على الاستخدام كده، وأروح مشغّلة الفرن على 180 واسيبها تسخن لغاية ما أحضّر العجينة. أول حاجة في المقادير هي الزبدة، إحنا معانا كوبايتين من الزبدة يعني 400 جرام، والزبدة تبقى طرية يعني أمّا نضغط عليها تعمل علامة كده، بس في نفس الوقت هي ساقعة. طبعًا لو عايزين أحلى طعم يبقى هنستخدم الزبدة النيوزيلندي، لكن لو مش متوفرة ممكن نستخدم جنة أو فرن، لكن الزبدة الفلاحي ما تنفعش. تاني حاجة معانا هي السكر البودرة، احنا محتاجين كوباية وربع من السكر البودرة يعني 150 جرام. طبعا الأكواب اللي بتكلم عليها هي أكواب معيارية سعة 236 ملي، بس أنا بفضل أصلا إن احنا نستخدم الميزان. ومعانا كمان نص كيلو من الدقيق يعني 4 أكواب معيارية، ويكون طبعا منخول كويس. لو هنستخدم دقيق متعدد الاستخدامات يبقى هنستخدم ال4 أكواب من الدقيق، وهنستخدم معاه ربع كوباية من النشا أو من بودرة الكاستر. لكن لو هنستخدم دقيق الكحك والبسكوت مخصوص يبقى الربع كوباية دي هتبقى دقيق برضه. نيجي بقى للبيض. البيض أنا بستخدم بيضة كاملة و2 صفار بيض. وليه صفار البيض؟ لأن صفار البيض بيدي نعومة وغنى أكتر في الطعم للبيتي فور، لكن ممكن تستخدمي بيضتين كاملين بس لو انت عايزة البيتي فور متماسك أكتر. وطبعا معلقة صغيرة من الفانيليا، أنا بحب النوع ده لأن نكهة الفانيليا بتاعته حلوة وقوية. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، لو احنا هنستخدم الأكواب المعيارية نعاير المواد الجافة ازاي. أنا هنا حطيت الدقيق على باقي الدقيق عشان أوريكم ازاي بنعاير. بنجيب معلقة وبنملى الكوبايات بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ما بنضغطش، مجرد بنملاها كده وبنشيل الزيادات من فوق، وكده هو ده المعيار الصح. لكن لو ضغطتي الدقيق بالمعلقة بالشكل ده جوه الكوباية ورحت مكملة، لو وزنتي في الآخر هتلاقي مديكي وزن مختلف تماما، وكده انت ممكن الوصفة تبوظ منك. بالنسبة بقى للزبدة ازاي هنعيرها في الكوبايات؟ ما ينفعش نعملها مكعبات ونحطها في الكوباية كده، ده مش هيدينا الوزن المظبوط. الوزن المظبوط هتشوفوا بعد شوية في الفيديو هنعمله ازاي. طبعا افضل حاجه نعمل بيها عجينه البيتي فور هي العجان او المضرب الكهربائي، لكن لو مش متوفر ممكن لو عندنا المضرب البيض ده في الهاند بلندر نستخدمه هينفع، او نستخدم المضرب اليدوي ده، بس في الحالتين دول هنخلي الزبده قطره شويه عن لو احنا هنستخدم مضرب كهربائي او عجان. نبدأ بقى في تحضير عجينة البيتي فور. في الأول بنضرب الزبدة لوحدها عشان نخليها كريمي شوية، يعني بتاخد حوالي دقيقة بالكتير. في النص طبعا بنوقف وبننزل الجوانب وبنضرب تاني، وده بيبقى القوام بتاعها قبل ما بنضيف عليها السكر البودرة. وبرضو لو احنا عايزين نعاير الزبدة بالأكواب المعيارية لازم يبقى قوامها بالشكل ده، كريمي كده، لا هي سايلة ولا هي مكعبات. ولما بنضيف السكر البودرة ما بنشغلش المضرب على طول، في الأول بنحاول نخلط السكر مع الزبدة عشان ما تطرش في كل حتة. وكمان لما بنشغل المضرب بنشغله على أقل سرعة الأول لغاية ما السكر يبدأ إن هو يختفي بالشكل ده، وبعد كده بنرفع سرعة المضرب لآخر حاجة أو لأعلى حاجة عشان تضرب بسرعة وتدينا القوام الكريمي اللي احنا عايزينه. وزي ما احنا متعودين ومتفقين بنوقف في النص وبنلم الجوانب عشان نتأكد ان كل حاجة اختلطت يعني كويس جدا كده مع بعض. وبنكمل ضرب لغاية ما الخليط بتاعنا نحس ان هو زاد شوية ولونه افتح وبقى عامل زي الكريم شانتيه كده شوية. الخطوة دي بتاخد دقيقتين 3 يعني مش بتاخد وقت كتير قوي. واول ما نوصل للقوام ده بنبدأ ان احنا نضيف البيض، بس بنضيفه واحدة واحدة، يعني بنضيف واحدة ونضرب بالمضرب لغاية ما بتختفي، وبعد كده بنضيف التانية اللي بعدها. ومع آخر بيضة أنا بضيف الفانيليا، وبرضو بنكمل ضرب لغاية ما القوام بتاعنا يبقى هاشش وكريمي. وبرضو بعد ما نضيف آخر بيضة بنلم كل الجوانب بالشكل ده، وبنحط طبعا رشة ملح ما ننساهاش، ونديها ضربة تانية، وكده خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز. أساسا بعد ما بنضيف البيض هي الموضوع بياخد دقيقة تقريبا أو دقيقتين بالكتير قوي. والبيتو فور يا جماعة أصوله ما بيضافلوش بيكنج باودر خالص، فأنا ما بضيفش بيكنج باودر. كده خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز بالشكل ده. هنبدأ بقى نضيف الدقيق. بضيف نص كمية الدقيق الأول، وبعد كده بالمعلقة بفضل أقلب كل المكونات كده مع بعض لغاية ما الدقيق ما بيختفي، وبعد كده بضيف النص التاني من الدقيق. وممكن نستخدم ايدينا هيبقى أسهل كمان في خلط المكونات لغاية ما الدقيق بيختفي تماما، تبقى العجينة معانا بالشكل ده طرية فيها تلزيقة خفيفة جدا. هنعرف ازاي؟ لو عملنا بايدينا كده هتلاقوا ان هي طرية لكن ما بتلزقش قوي في الايد.
طبعا البيتي فور اللي بيتعمل بالكيس اول ما بنجهز العجينه بنشتغل في التشكيل على طول، ما ينفعش نركنها. بالنسبه لانواع التشكيل انا معايا 6 اف تي و8 اف تي، 8 ده الكبير و6 يعتبر متوسط، انا هستخدم 6. في كمان اللي بتبقى سنونه مش مفتوحه كده، بتبقى مقفوله شويه من فوق برضو ينفع. بنحط القمع اللي احنا هنستخدمه في كيس الحلواني كده، وبعد كده بناخد مقدار من العجينه. ولازم لما بنيجي نقص الكيس ان احنا نبين كل السنون بتاعه القمع عشان الرسمه تطلع واضحه. بالنسبه بقى للخبز، في خطوه مهمه ما ينفعش ان احنا نفوتها، وهو ان احنا نعمل اختبار للخبز. بنعمل 3 كده في صينيه وبندخلها الفرن اللي احنا كنا مشغلينها اوريدي وسخنه وجاهزه. من بعد اول 5 دقايق هيبان لنا اذا كان البيتي فور مظبوط ولا لا. لو لقيناها فرشت قوي والرسمه راحت خالص، ممكن نضيف ربع كوبايه دقيق على بقيه العجينه عشان تظبط معانا. لقيناها طلعت مظبوطه او من بعد 5 دقايق شكل الرسمه واضحه ومظبوطه، نكمل تشكيل باقي الكميه عادي جدا ونكمل التسويه. بالنسبه بقى للتشكيل، احنا لازم بنمسك بايد من فوق القمع كده بشويه، والايد التانية ماسكه من فوق خالص عشان نقدر نتحكم في الكيس او في القمع واحنا بنشكل. بنضغط ضغطه كده لغايه ما نوصل للحجم اللي احنا عايزينه ونرفع ايدينا، وبندخل الصاج اللي بنخلصه في الفرن الحراره 180 في الرف الوسطاني، ولو في مروحه بنشغلها عشان بتوزع الحراره احسن وبتدي لون افضل. بتاخد تقريبا من 15 ل 20 دقيقه، طبعا ده بيبقى حسب اللون اللي انت عايزاه. بس من اول 10 دقايق نبدا نتابع الصاج لان الافران مش زي بعض، وكمان بعد 10 دقايق نبدا ان احنا نلف الصاج في الفرن كل دقيقتين 3، عشان احيانا بيبقى فيه جانب في الفرن بيسوي اسرع من الجانب التاني. شايفين بقى، هو ده اللون اللي انا بحبه في البيتي فور، يبقى واخد لون ذهبي حلو من تحت والجناب ومن فوق كمان شويه، ما بحبوش يبقى فاتح كده، بيبقى احلى وطعمه احلى، وكمان ما يرطبش بسهوله زي اللي بيبقى فاتح. وناخد بالنا ان البيتي فور لازم بيريح شويه في الفرن، بس لازم يفضل محافظ على رسمته بالشكل ده. طبيعي انه يريح شويه لكن ما يفرش او الرسمه تروح. بسيب البيتي فور بقى يبرد تماما، وبعد كده بقى اجوزه بالشكل ده، يعني بحط كل اتنين قد بعض مع بعض عشان يسهل عليا بعد كده في التزيين والتلزيق. بالنسبه بقى للشوكولاته اللي هستخدمها في التلزيق والتزيين، انا هنا مستخدمه 200 جرام من الشوكولاته، وضفت عليها معلقتين كبار من الزيت عشان احنا في الشتاء. في الصيف نضيف معلقه واحده بس. عشان اسيحها بدخلها الميكروويف 30 ثانيه وبخرجها اقلبها كويس، وادخلها 20 ثانيه واخرجها اقلب، وهكذا. يعني تقريبا بتاخد دقيقه ونص لغايه ما توصل للقوام ده، وما ينفعش ندخلها مره واحده دقيقه هتتحرق مننا. كده الشوكولاته بتاعتنا بقت جاهزه، هستخدمها في التلزيق، وكمان هستخدم مربى المشمش، ودي اشهر حاجه في تلزيق البيتي فور. بس انا بفضل الشوكولاته اكتر لان هي بتخلي البيتي فور محافظ على قوامه، ما بيطراش قوي زي المربى. طبعا بحط مقدار كده كويس من المربى في النص، وبلزق الاتنين مع بعض بالشكل ده. في نقطة مهمة، لو احنا عاملين البيتي فور قبل المناسبة أو قبل العيد بفترة كبيرة، يفضل نسيبه بدون تلزيق ولا تزيين لغاية قبل المناسبة ب3-4 أيام، وساعتها نبدأ إن احنا نزينه. في الوقت ده طبعا بنبقى محتفظين بالبيتي فور في علبة تكون محكمة الغلق عشان يحافظ على القوام بتاعه. بالنسبة للشوكولاتة احنا برضو بنحط نقطة كده في النص وبنلزق الاتنين مع بعض بالشكل ده. طبعا ان احنا نحط المربى في كيس او الشوكولاتة في كيس ونكون مجوزين البيتي فور بيسهل علينا ان احنا نقدر نلزق بسرعة بالشكل ده. بالنسبة للتزيين الخارجي، معانا شوكولاتة ومعايا كمان 100 جرام من الشوكولاتة البيضة، ضفت عليها نص معلقة كده من الزيت وسيحتها بنفس الطريقة اللي سيحت بيها الشوكولاتة التانية. وكمان معايا فرماسيل شوكولاتة، انا ما بفضلوش بصراحة بس الاولاد بتحبه. ومعايا جوز هند، وكمان معايا نوعين من المكسرات، بندق وفستق، بس طبعا ده اختياري مش لازم ابدا. انا عارفه ان المكسرات غاليه، اهم حاجه في التزيين بصراحه الشوكولاته، ان احنا نجيب نوع شوكولاته كويس، ده بس اللي مهم. بالنسبه للتزيين طبعا ده حسب الذوق الشخصي، بس انا هنا هديكوا شويه افكار للتزيين ممكن تاخدوا منهم فكره او اتنين زي ما تفضلوا. اول حاجه بغطس طبعا نص البيتفورايه كده في الشوكولاته، وبحط عليها شويه من المكسرات، وده اشهر شكل طبعا للبيتيفور واكتر حاجه انا بحبها بصراحه، هو او اللي ما تغطس بالشوكولاته بس كده ساده. مع الشوكولاته اللي بحليب انا استخدمت البندق، ومع الشوكولاته البيضاء استخدمت الفستق. ممكن كمان نغطس البيتيفورايه كلها في الشوكولاته بالشكل ده، وطبعا نخبط كده بالشوكه على الطبق عشان نطلع اي شوكولاته زياده، ونحط عليها من فوق بقى شويه من المكسرات المجروشه او واحده لوز بالشكل ده يعني المتوفر. ممكن برضو بدل المكسرات نستخدم فول سوداني، بس طبعا مهم يكون طازه كده عشان يبقى طعمه حلو. وده بيبقى الشكل النهائي. طبعا في شوية أفكار كده مختلفة في التزيين، تقدروا تعملوا التزيين زي ما انتوا عايزين، ما تتقيدوش بأي حاجة المتوفرة عندكم زي ما قلت، بس أهم حاجة طبعا نوع الشوكولاتة هو اللي بيفرق.
اصلا انتوا لو حبيتوا تشتروا البوتيفور الفاخر ده كده من اي محل هيبقى غالي جدا، يعني حتى لو كلفتيه في البيت لكن هيفضل برضو ارخص بكتير من انك تشتريه من بره. واصلا ممكن تجيبي علب زي كده كمان وتهادي بيه احبابك، مش لازم تشتري جاهز. انا هنا عامله مقدار نص كيلو من الدقيق. بعد ما خلصت التزيين كله انا وزنت المقدار اللي طلع لي، طلع ان هو عامل كيلو و300 جرام. طبعا ممكن يزيد او يقل حسب النوع التزيين اللي انتوا عاملينه، بس مش هيقل مثلا عن كيلو و200 جرام. شايفين بقى النعومه بتاعه البيتيفور بتاعنا مش مستحمل، وده هو كده بقى بدون تزيين، يعني اللي بيتزين بقى ما بيقعد شويه بيبقى انعم كمان من كده. بالنسبة للتخزين في علبة تكون محكمة الغلق، أنا بحط في أول طبقة كيس من البلاستيك، وبعد كده بحط طبقة من البيتيفور واحط عليها كيس بلاستيك تاني واكمل بقية الكمية وبقفلها وبحتفظ بيها كده. اتمنى ان اكون قدرت في الفيديو ده اقول لكم كل التفاصيل والتركات عشان يطلع معاكم بيتيفور ناجح جدا. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.